طبعا انا لو قلت لك ان دخول البسين ده ب 15 جنيه بس انت مش هتصدق. ومش كده وبس، ده اي حد كمان يقدر يقطع التذكره بتاعته ويدخل. بصوا يا جماعه، انا جايب لكم دلوقتي بسين برسوم دخول 15 جنيه بس، وكمان بتدفع رسوم دخول المكان 5 جنيه، يعني ب 20 جنيه بالظبط هتدخل بسين وهتنبسط ب 20 جنيه بس. وده بقى شكل البسين، وبيبقى متقسم على 3 مراحل، مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه، وكل ده بيختلف على حسب طولك. ولو انت رايق بقى وبتحب الجو الهادي بقى، فانصحك ان انت تروح من الصبح بدري، يعني على الساعه 10 كده. الجو هيبقى هادي وهتعرف تنزل البسين بروقان. وال 15 جنيه دول بقى كمان شاملين الترابيزه والكراسي على حسب عددهم. هي القعده لطيفه يعني الى حد ما، والمكان نضيف جدا على انه يكون ب 15 جنيه بس. انت بجد لو اول مره تروحوا فانت هتتصدم حرفيا. نسيت اقول لكم ان البسين ده فترات، والفتره بتبقى ساعه، وبتبدا من 9:30 تقريبا لحد الساعه 5:30 العصر. يعني هتقضي ساعه في البسين ده ب 15 جنيه، فدي حاجه حلوه قوي اصلا. انا عارف ان انتوا هتمسكوني دلوقتي في الكومنتات على نط الدب البحر ان انا نطيتها دي، بس انا ما بعرفش اعوم، فعديها يا غالي عديها. والمكان فيه كمان ملعب كوره بيتاجر، مش عارف تقريبا يا بالماتش يا بالساعه، الصراحه ما ركزتش قوي. يعني لو انت بري بقى وما بتحبش الميه والبهدله، فالمكان ده برده هيكون مناسب ليك. والملعب كبير كمان مش صغير. اما بقى لو انت كئيب بقى ومالكش ولا في الميه ولا في الكوره، فالمكان ده برده هيكون مناسب ليك. هتفضل تتمشى في الجنينه اللي هتفضل تشدك من حلاوتها والمناظر الطبيعيه اللي هتشوفها. بجد المكان هادي وهدوء وفيه راحه اعصاب رهيبه. وكمان هتلاقي جامع واماكن كمان ممكن تقعد فيها من غير ما تدفع فلوس. هتلاقي الاماكن كده شبيهه للكوره. ما تنساش بقى تصلي على النبي. فالمكان هيبقى مناسب ليك لو انت هتنزل الميه او هتلعب كوره او هتتمشى في الجنينه. ومش هتدفع بالظبط غير سوم دخول المكان 5 جنيه، ده لو انت مش هتلعب كوره او هتنزل البسين. ونسيت اقول لكم برده ان المكان مناسب للجري لو انت بتنزل الصبح بدري وعايز تجري، فهتلاقي معاك مساحه كبيره قوي للجري وهتاخد راحتك كمان. وكمان الجري وسط المناظر الطبيعيه دي، فدي هتبقى حاجه تانية خالص. ولو انت بقى راجل رايق ومن الغاليين، هتاخد بعضك كده وتحط ايدك في جيبك وتتمشى. بجد يا غالي هتنبسط. ونسيت اقول لكم بقى كمان ان المكان ده فيه كافيه، بس الكافيهات اللي فيه دي بره رسوم الدخول، ولو هتقعد يبقى لازم تطلب حاجه. هي الدنيا بقت ماشيه بالعكس ولا انا فاكر ان انا وانا صغير كنت انا اللي بجري منه. صورت لكم بقى كده كام شجره لقيتهم قدامي بس تحفه. وبعد ما تخلص بقى وتزهق من المكان تقدر تمشي في اي وقت. صح يا جماعه، نسيت اقول لكم ان المكان ده صبيان وبنات عادي جدا، حتى البسين الاثنين عادي مفيش مشكله. وده بقى المدخل اللي هيقابلك من اول ما تدخل. والمكان اسمه بشاير الخير، وطبعا باين على اسمه ان هو في مساكن بشاير الخير الجديده اللي في غيث العين. فكانت تجربه جامده ولازم تجربها.